أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. أولى مقابلات المنتخب الوطني المغربي في إطار منافسات كأس إفريقيا الأمم، مقابلة افتتاح أمام فريق جزر القمر. الحصة 2-0. المهم هو حصلنا على 3 نقاط. الأولى في المقابلات اللي دائما تكون بمثابة فخ لكل المنتخبات. صحيح أنه أطوار ديال المقابلة كانت مختلفة بين الشوط الأول والشوط الثاني، ولكن على العموم الفوز كان مستحقا، والأداء نعتبره بأن أداء مقبول. كيف غادي نبين من خلال هذه القراءة لا الشوط الأول ولا الشوط الثاني ولا الظروف اللي تتحكم دائما في مثل هذه المقابلات. مثل هذه المقابلات شنو تتحكم فيهم؟ تتحكم فيهم أنك تتلعب مقابلة ديال البطولة في الدور الأول، ومن بعد تتلعب مباريات ديال خروج المغلوب. في المباريات ديال البطولة أكيد بأنه الفريق أو المنتخب تيبحث دائما على أنه ينهي الدور ديال المجموعات بأقل خسائر، لا من حيث النتيجة ولا من حيث اللاعبين، وتيبغي دائما أنه البداية ديال أو بداية يعني التسلسل ديال المقابلات يبان فيه واحد النوع من التحسن، حيث صعب أنه دير واحد المقابلة وتكون هذه المقابلة من مستوى عالي جدا كمقابلة أولى، بمعنى أنه الفريق صعيب على أنه يدير مقابلات يعني بمستوى عالي منذ البداية، وغير يلعب 7 ديال المقابلات، أو من المفروض فيه أنه يلعب 7 ديال المقابلات. إذا تنشوفوا حنا هذه المقابلة ديال المغرب مع جزر القمر أنه هذا المستوى باش ظهرنا يتحسن في المقابله ديال مالي، ويتحسن شويه في المقابله ديال زامبيا. ممكن غنوصلوا القمه ديال العطاء ديالنا في المقابلات ديال خروج المغلوب، اللي هي المقابلات اللي غتكون اصعب من المقابله ديال الدور الاول. اذا هذا هو المنطلق ننطلقوا منه. اذا المقابله ديال اليوم يعني نتيجة وأداء مقبولة، على أساس أنه سيتحسن المردود بشكل أكبر لما نلعبوا مع منتخبات تلعب بأسلوب يختلف عن الأسلوب ديال الفريق اللي تيدافع منذ البداية حتى للنهاية. بالنسبة للتشكيلة ديال الفريق الوطني المغربي، يعني يمكن الدخول ديال رحيمي كقلب هجوم هو اللي ما كان شيء، ماشي نقول منتظر لانه حتى هو مهاجم ديالنا، ولكن في المقابلات الاخيره كان تيدخل دائما كبديل، اما لان كان دخل واحد اخر مره كان ايغامان، تيكون صيري، تيكون الكعبي، ولكن المدرب شاف بانه ممكن يكون يعني الدخول ديالو افيد لمجموعه من الاعتبارات، يمكن شايف فيها الفريق الخاص، شايف فيها الانسجام ديالو مع اللاعبين خلال الحصص التدريبيه هذه كلها. بالنسبه للتشكيله ديال الفريق تقريبا كانت امور عاديه، كنا تنتظروا الزلزولي، فاذا به فضل ليه الصيباري في الجهه اليسرى، لان الصيباري تيلعب في الجهه اليسرى وتيلعب في وسط الميدان. بالنسبه لباقي اللاعبين فتظل التشكيله كانت واضحه، ما كانش فيها حتى اشكال. هذه المقابله شنو تحكم فيها؟ اولا امتداد للمباريات اللي تلعبوا مع المنتخبات اللي لعبه مع المغرب وعارفه راسها بانها الحظوظ ديال الفوز صعيبه. اذا ما غنحلوش اللعب وغادي نلعبوا متكتلين، بدينا بنفس المنطق. جات فرصه ديال ضربه جزاء، العمليه اللي تمت في الجهه اليمنى ما بين رحيمي ودياز، جات ضربه جزاء في الدقيقه العاشره. هدف الدقيقه العاشره ممكن يعني يريح اللاعبين، حيث هاد الفرق حتى ولو تسجل عليهم ما تيغامروش، يقول لك واحد الصيف الا حليت لعب مع المغرب ممكن نخسر ب4 و5، غادي نبقى غير ندافع، لانه الفريق المغربي غيكون رابح ب1-0، ما غيبقي شيء يبذل مجهود كبير، هذه بطوله ويبقى يحافظ على هدف ونخليوها حتى الشوط الثاني. ممكن نحاولوا نديروا شي محاوله ولا جوج، ولا نلقاو على شي طريقه باش نحصلوا على شي تعادل بهذه الطريقه، باش يخموا ما تيخموش بانهم عندهم الامكانيات وغادي يهجموا 4 ديال اللاعبين ولا 5 ديال اللاعبين، ويخليو فقط الدفاع فيه 4 ديال اللاعبين و2 ديال اللاعبين الوسط باش انت تلعب لهم داك تلقى ما بغيتي كما تيتقال. من سوء حظنا حسن حظهم ان ضربه جزاء تضيع، ضاعت هذه ضربه جزاء. ما بغيناش تاثر ديال اللاعبين، ما بغيناش تاثر على المردود ديال اللاعبين، وهو الشيء اللي تيوقع. ما كان لا تاثير والو، بحيث انه بزاف ديال اللاعبين مشاو عند رحيمي قالوا راه مساله عاديه، وصحيح انه ضربه جزاء يمكن لا تضيع. اللي تيخص هو انه الفريق يتغلب على هذا الشعور
باننا ضيعنا ضربه جزاء دخلها في اطار انه هذه امور عاديه تحدث في كره القدم. اذا الشوط الاول كانت المحاولات كلها في الجهه اليمنى. كان عندك تباعد ما بين العمليات، حيت داك العمليات اللي تيمكن لك تخلي الدفاع ديال الخصم حتى ولو يكون متكتل انه ما يبقاش شيء متراص، خاص المحاولات يكون وحده مورا وحده. صحيح انه الشوط الاول تبغي تعرف يعني المكامن ديال الضعف ديال الفريق، واش نمشيو من الجهه اليمنى ولا من الجهه اليسرى. حاولنا اللي الملاحظه اللي حتى هي انه بعد ما خرج غانم سايس الاصابه كما حنا ضيعنا ضربه جزاء وضعنا في العاب تيدخل اليميق. من بعد ما دخل اليميق لقينا بانه هذا الشوط الاول كانت فيه محاوله لقذف وحده ديال اليميق، وهذا هو اللي تنبقى نلاحظ انا على الفريق الوطني لما تلقى المنافذ كلها مسدوده. حاولنا نديروا عمليات ثنائيه تكتل ديال اللاعبين، ولينا نديروا بحال غادي نخافوا لا تضيع لنا الكره. لا كره القدم فيها المغامره، خص اللاعبين اللي تيغامروا عمليات واحد جوج بحال كما دار دياز اللي جاب ضربه جزاء، راه دار واحد الوحده عاوتاني في الجهه اليسرى اللي مشى لها الحكم الفارو اعلن على لمسه يد ديال دياز. مثل هذه المحاولات خصهم يكونوا كثار، وإلا لقينا بانه المنافذ مغلوقه تيظهر ليا ممكن نمشيو نديروا عمليه ديال القتل من بعيد، قطفه وحده كانت قليله، يمكن كانت شي وحده اخرى ولكن بعيده. هذا هو الملاحظه اللي عندي انا كمتتبع ماشي كمدرب. اذا الشوط الاول 0-2. الشوط الثاني مشينا بنفس الاسلوب. الفرق بين الشوط الاول والشوط الثاني انه الضغط ديال اللاعبين ديال الفريق الوطني اصبح مسترسل، وحده مورا وحده وحده مورا وحده، وهذه هي الحاجه اللي غتخلي المدافعين ما يضبطوش الاماكن ديالهم، ولا بد غيوقع واحد النوع من سوء التموضع لما تتكون هجمه مورا هجمه ما تخليهمش ياخذوا الراحه ديالهم، لانه الا درتي واحد الهجمه وبقيتي واحد جوج دقائق راه يمكن يرتبوا يعني الاماكن ديالهم، والحارس يهضر مع هذا اجي انت لهنا اجي انت لهنايا. فاش غادي نلقاو بانه حملات مسترسله في اليمين في اليسار، جات الكره عند اناحي عند امرابط. هنا بعد بعض اللاعبين تتكون عندهم شي حويجات. امرابط فلاس اللي غيدي عاوتاني الجهه اليسرى قال لا انا ندير واحد العامين ندير واحد التميره في الخلف عند من؟ عند المزراوي. والمزراوي هذه هي القوه ديالو، لاعب من اللاعبين الكبار اللي عزيز عليا انا في اللعب ديالو. مزراوي يلعب انيق، ما تيضيعش الكره وتيلعب بشكل كبير. شنو داه تماك؟ لانه يهاجم، اضافه انه قذف المرمى شحال من مره. الطريقه باش خدا الكره وباش يعني حاول يتفادى المدافع وعطى تمريره كما داك الكلمه ديال طابق من ذهب، عطاها لدياز في المكان ما قالوا لا حصرها ولا والو، لا خذ ضربه بشكل رائع سجل بها الهدف. هذا الهدف هذا شنو بين بانه الفريق ديال جزر القمر ما مسعش انه يهاجم، عارف بانه 1-0 الا فتحتي اللعب ممكن انك تستقبل هدف اخر، وبالتالي فبقينا دائما حنا متحكمين في الكره. وان كانت واحد الكره سوء التعامل مع الكره خرجت ولا ما خرجتش، مشى بها الحارس من حسن الحظ ان القطبه ديالو ضعيفه، والتدخل جيد كان ديال الحارس بونو، لان كون مشات تسجلت كره دخلنا عاوتاني بحال في بدايه المقابله عاوتاني الجامع عاوتاني خلق لنا نوع من الارتباك ديال اللاعبين. اذا من بعد هذه الفرصه هذه بقات دائما الكره عند الفريق الوطني المغربي، محاولات الجهه اليمنى الجهه اليسرى، يعني تحسن الاداء. وكاين تمريرات حتى جات التمريره ديال لاعب من اللاعبين اللي كانوا ناجحين في هذه المقابله ويخدم المكانه ديالو باستحقاق، اللي هو انس صلاح الدين. طريقه باش مرر الكعبي، والكعبي ذاك الهدف ماشي غنقول رائع لانه هدف رائع، ولكن بالنسبه للكعبي ولا عادي، لانه نستمتع بالكعبي بالاهداف ديالو في اكثر من مره. يعني من النهار اللي كان هو رجل الاختصاص في ذاك الشيء، ذاك الهدف الثاني كان بامكاننا نسجلوا، لان جات واحد الكره اظن واش اليميق او المزراوي اللي خرجها الحارس وعاود رجعات الحارس في مرتين. كيف ما كان الحل، الفريق الوطني المغربي في الشوط الثاني كان افضل بكثير. اللي ما بغيتش يكون هو كاس ديال الانذارات. اليميق ودياز وامرابط حنا مسيطرين على المقابله وناخذوا انذارات. لو انه الفريق الخصم سيطر انه خدينا انذارات، صحيح انه الانذارات بثلاثه الا جيت ندير عمليه يعني شفت الاعاده ديالهم ما تنظنش بانه يستحقوا انذارات.
فكيف ما كان الحال خدينا 3 ديال الانذارات. نتمنى ان الاصابه ديال العميد الفريق غانم سايس تكون خفيفه، لان محتاجين لكل لاعبين ديال الفريق الوطني. اذا باختصار البدايه ديال كاس افريقيا بدايه موفقه، اخذا بعين الاعتبار انه الفرق تتحسن دوره بعد دوره او مباراه بعد مباراه. اذا اذا كان هذا المستوى ديالنا اليوم غيتحسن امام مالي وغيتحسن امام زامبيا، فانا متيقن بانه الفريق الوطني ممكن يوصل للطوب ان شاء الله في المقابله النهائيه. ما غنسبقوش الاحداث، ولكن ننتظروا المقابله ديال الجمعه المقبل ونشوفوا كي غتجينا مالي، واش هي منتصره ولا منهزمه ولا متعادله، لانه النتيجه ديال المقابله ستؤثر على الطريقه باش غادي نواجهوا هذه المقابله. فهنيئا للفريق الوطني المغربي بالانتصار، ومزيدا من التحسن في الاداء مقابله بعد مقابله حتى الفوز ان شاء الله باللقب الافريقي. شكرا لكم.